القصة اللي راح تسمعها صارت فعلا بلبنان، قصة أغرب من الخيال وأقرب للكوابيس. هذا هو علي فرحات، شاب وصل إلى لبنان قبل 3 أيام فقط، قادما من كندا مع زوجته لزيارة الأهل، لكن فجرا ووسط شارع هادئ في بيروت عثر على جثة عارية مرمية على جانب الطريق. بعد التعرف عليها تبين أنها جثة علي. الصدمة كانت كبيرة، لكن المفاجأة الأكبر كانت بعدها بساعات. فجأة سقط جسم من الطابق العلوي على سقف سيارة مركونة. إنها زوجة علي فرحات، لكنها بقيت على قيد الحياة. في التحقيق الأول لم تقل شيئا، لكن تحت الضغط ظهر الاسم المرعب: جماعة القربان. جماعة غامضة على الإنترنت فقط أفكارها تقول: هناك أشخاص مختارون عليهم أن يضحوا بأنفسهم ليتطهروا. والزوجان كانا مقتنعين أنهم من هؤلاء المختارين، جاءوا من كندا لسبب واحد: توديع الأهل. ثم الانتحار الطقسي خلع علي ثيابه، تطهر كما طلبت منه الجماعة، ثم ألقى بنفسه. وبعد ساعات فعلت زوجته الأمر نفسه. إلى اليوم لا أحد يعرف من يقف خلف هذا التنظيم، ولا من يزرع هذه الأفكار القاتلة في عقول الناس. لكن المؤكد أن أخطر الجرائم هي تلك التي ترتكب باسم الإيمان.